سياسة قلب الترابيزة. يعني اتنين يكونوا بيتخانقوا على مشكلة حصلت دلوقتي، فيقرر طرف من الطرفين ان هو هيجيب مشكلة من الماضي من سنة سنتين 10 ويتكلم عنها. يعني مثلا اتنين متجوزين، هو وعدها ان هو هيخرجها النهاردة وما خرجهاش، فهي بتقوله انت وعدتني انك هتخرجني وما خرجتنيش. هو قام قايل لها طب ما انا الاسبوع اللي فات دخلت عليك الاوضه وانت بتكلمي اختك وطلبت منك تعملي لي كوبايه شاي وما عملتليش، وفضلت استناكي ساعتين ونمت من غير ما اشربها. هنا الزوج عمل ايه؟ عمل سياسة قلب الترابيزة. عقله اللاواعي ضحك عليه، خدعه خدعة كده اللي هو انا عارف ان انا غلطان بس مش عايز اطلع غلطان، ولازم اكسب في المعركة دي، انا مش هتحاسب لوحدي، هي كمان لازم تتحاسب على غلطاتها. طيب ايه اللي احنا عملناه؟ بدل ما نحل المشكلة اللي موجودة دلوقتي راكمنا عليها مشاكل جديدة. وزي ما احنا متعودين في برنامج ان يريد اصلاحا ان احنا في نهاية كل حلقة بنقول تمرين صغير نعمله، تعالوا نتفق اي اتنين متجوزين او اي اتنين صحاب ان احنا لما يكون في مشكلة حاصلة دلوقتي ما نتكلمش عن اي حاجة تخص الماضي. تاني حاجة، احنا في الخناقة نقول انا اتضايقت منك من كذا النهاردة، بلاش اقوله اصل انت متعود على كذا. بلاش كل طرف يدور هو هيكسب ايه من الخلاف ده، خلونا ندور ان احنا نكسب، ان احنا نكون مع بعض، نخرج من الخلاف ده واحنا مصلحين اللي حصل في الموقف ده، مش جايبين مشاكل جديدة وراكمنا مشاكل جديدة علينا.